ازيكم يا حلوين ومع الفسيخ معيدين، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شم النسيم. هنيجي هنا بقى لبارت 2 من الفيديو بتاع الفسيخ بتاعنا. احنا عملناه ودلوقتي هنيجي نفتح عليه بقى. انا فتحت عليه اهو زي ما انتم شايفين. طبعا كلكم قلتوا لي ان ده اكيد مش فسيخ بوري، وفعلا يا جماعة والله هو فعلا طلع مش بوري، وحسب الله ونعم الوكيل في اللي باعهولي وقال لي ان هو بوري. وانا مش عارفة ازاي حقيقي بجد اتخميت فيه يعني بصراحة. هو لا بوري ولا طبار، يعني هو ما طلعش لا بوري ولا طبار. بس الحمد لله يعني ايه. بس عايزه اقول لكم النتيجه هنشوفها مع بعض. هي دي لو هو بوري مش هيطلع لي بالميه دي، هيطلع لي ان اللي نازل منه زي سمنه كده. انما عشان كده انا عرفت ان هو مش بوري من الميه بتاعته كمان على فكره. انا هو زي ما انتم شايفين جبت السمك الفسيخ بتاعنا، او يعني السمك بتاعنا اللي خليناه. ايا كان يعني، قولوا لي ده اسمه ايه بالظبط. انا مش عارفه اسم السمكه دي ايه على فكره. يعني لغايه دلوقتي انا مش عارفاها اسمها ايه. يعني انا لا عارفه اقول لابوري ولا عارفه اقول طبار. في ناس في التعليقات قالت لي مبروكه، بس هي لا، دي مش سمكه مبروكه على فكره. فانا لغايه دلوقتي ما اعرفش السمكه دي ايه بالظبط. فانا جبت اهو زي ما انتم شايفين، نزلت منه الملح وشلت منه القشر اللي على الوش ده خالص. وقلت بقى ايه، اخليه قدامكم تمام. انا كنت مقلقه منه انه يطلع طعمه مش كويس، او يطلع طعمه حاجه تانية خالص. بس عايزه اقول لكم يعني هو ما طلعش بوري ولا طبار ولا حاجه. بس عايزه اقول لكم كان طعمه حلو قوي فعلا. يعني النتيجه الخلاصه ان هو كان، اصل في ناس قالت لي انه مش هينفع يتخلل، او مش هينفع يتعمل فسيخ. لا والله بجد كان طعمه حلو قوي. وشوف انا بفتحه لكم اهو. بامبي كده، وكان شكله وريحته كمان كانت حلوه قوي على فكره. هو فيه شوك ومش كتير على فكره يعني. السمكه دي ما كانش فيها شوك كتير برضو. كان شوكها وشوكها كبير. يعني الطبار في شوك صغير قوي. بس الفرق ما بين البوري بقى والسمكة دي اللي انا مش عارفاها اسمها ايه دي، ان لحمها ناشف شوية دي. انما البوري طبعا تحس انه زبدة خالص. يعني شوفوا انا بقى حتى بشيل بالمعلقة كده. لا انا بحس ان اللحم بيطلع ناشف معايا، مش طري. التاني بتحس ان هو زبدة كده في ايدك كده يطلع بسهولة جدا. يعني شوف هو ده ما يعني طالعة متماسكة خالص. التاني لأ، من كتر زبديتها بتتفرفر منك كده وطرية خالص، سمنة خالص. انما دي لأ، يعني ما طلعتش ما طلعتش زبدة زي التانية. وحتى الطبار برضك هتطلع زبدة برضو، يعني مش بس برضو ناشفة سيكة. انما دي لا، مش يعني لا، مش ما عجبتنيش مدى طريتها. طراوتها ما عجبتنيش. مش قلة سوا، انا مقعدة 20 يوم. مش قلة سوا لا. هو بس هو عشان ما طلعش. بس شوف انا بقول لكم، انا بوريكم انا خليها ازاي. بوريكم ان انا يعني خليته اتخلى، لان هو اعرفوا ان يتخلي ان هو كده استوى. المهم انا بعمل لكم اهو التاني اهو. بس انا طبعا برضو نزلت القشر منها وايه وشلت الملح منها، نزلتها تحت الحنفية كده عشان تشيل الحاجات، يعني اقدر ان انا اتعامل معاها. انا بنضفها اهو. يعني انا نضفتها الاولانيه من بطنها. دلوقتي هفتحها لكم من الظهر بقى. يعني ليها كذا طريقه، انا عايزه اوريكم ان ليها كذا طريقه يعني. اوريكم ان انا عملتها بكم ادي طريقه ودي الطريقه التانية. اهو بصوا بامبا ازاي. هفتحها لكم بقى من ايه، هفتحها لكم من بطنها كمان بحيث ان انا اعرف اخليها صح بقى، اخلاقها حلو يعني. وزي ما قلت لكم انا مش عارفه السمكه دي اسمها ايه. يعني لغايه دلوقتي والله انا ما عارفه اسمها ايه. يعني في ناس كتير قوي يا فالحه تشوفي بقى هتفتحها لنا امتى. ده ما طلعش طبار ولا طلع بوري. يا اختي عارفه انها ما طلعتش طبار، ولا عارفه انها ما طلعتش بوري. وعارفه ان الضحك علي. مش لازم كومنتاتكو اللي وجعت قلبي وحسستني ان انا ارميه احسن يعني. انا قلت والله انا عملت بس مباشر على القناه التانية. انا هم كانوا 4 سمكات، فعملت بس مباشر على القناه التانية بحيث ان انا افتحه قدامكم. يعني كنت عامله 4، فعملت بس مباشر على سمكتين الاولانيين. بس مباشر كده عشان تشوفوا ايه الوضع.
والله كان طالع جميل قوي برضو، كان بامبا زي كده برضو، وطعمه عايزه اقول لكم حلو قوي 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 يعني، مش وحش. النتيجه النتيجه انه اتاكل وحلو، مش ان انا رميت فلوسي برضه. بس المشكله ان هو بوري ولا مش بوري، طبار ولا مش طبار، نوع السمكه ايه، هو ده اللي ممكن ان احنا نتكلم فيه بقى. صحيح هو فعلا ما طلعش بوري. البوري الميه اللي جواه ما بتبقاش ميه كده زي ما انتوا شفتوا، لا ده بتبقى نازله زبده خالص، سمنه كده نازله، زيت كده نازل. انما ده لا، ما كانش كده. لحمته بتبقى دي لحمتها شديده شويه، متماسكه، انما التاني بيبقى لحمته مفرول من كتر طراوته كده، مفرول كده. برضو البوري بيبقى ليه ريحه كده مميزه. دون ريحته كانت حلوه على فكره، مش وحشه، بس مش البوري برضو. البوري ليه ريحه حلوه كده برضو، مش تحس ان انتي بتاكلي حاجه برضو، لا حاجه فخامه. انما ده لا برضو مش هو. اللي يعرف اسم السمكه دي في الكومنتات يكتب لي يا جماعه. وبلاش بالله عليكم الكومنتات اللي بتحبطني، اللي هي انتي ايه فالحه. ايوه يا ستي انا ما طلعتش، انا طلعت ضحك عليا في السمك دون. واللي تقول لي على فكره يعني شافت فيديو قبل كده تقول لي على فكره ده بوري وانت كده ما عندكيش مصداقيه، الفيديو التاني ما كانش بوري انت كده لا يا حبيبتي، السمكه اللي انت شفتيها بوري التانيه في الفيديو التاني انا كنت عامله فيديو بس على القناه التانيه بيها، فهماني؟ انما لا يا حبيبه قلبي، ليه ما عنديش مصداقيه؟ ما كنتش اطلع دلوقتي واتكلم واقول واطلع بس مباشر على القناه التانيه بكل حاجه، ده انا مش قاطع حاجه من الفيديو زي ما انتوا شايفين كده. وادي هو انا جيت خليته هون وعصرت ليمون بقى، وطبعا انا مش هاكله دلوقتي، انا هاكله يعني على بق على تاني يوم. فرحت قلت هحطه في بطرمان كده زي ما انتوا شايفين ماشي. حطيته في بطرمان اهون، حطيت كفايتي منه، طبعا سبت حته كده ايه للعيال عشان ايه ندوق وناكل كده. الحته دي انا سبتها لي انا وعيالي. ودون ايه يعني هحطه في التلاجة. عصرت ليمونه اهو زي ما انتوا شايفين كده، ليمونه ليمونتين زي ما انت عايزه يعني. انا عصرت ادي نص الليمونه التاني. عايزه بقى انت تعصرها، هو عايزه اقول لكم الفسيخ ده ولا ليمون يعني، ليمون والشطه والحاجات دي انتوا طبعا عارفين. وحطيت زيت اهو، طالما يعني هعينه في التلاجة لازم ايه احط عليه زيت بقى كده. انا هنغز كمان يعني هخلي الزيت ينزل لتحت في القاع كده واخليه يتجول فيه، خلي بالكم. وحطيت بقى قرن فلفل دلعي بقى يعني بطرماني كده، حطيت قرن فلفل احمر قرن فلفل اخضر زي ما انتوا شايفين كده. وايه وحطيت كمان ليمون على الوش كده، بحيث ان لما اجي اعمل اعصر على طول يعني ما انا ليموني وحاجتي كلها جاهزه اهو، افضي واعصر على طول، ما محتاجش ايه ما اخدش وقت يعني. وادي ايه حطيت كمان زيت على الوش اهو كمان عشان يحافظ على لون الليمون، ما لون الليمون ما يغيرش معايا، لان لما بيقعد بيغير معايا. وغطيته اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهعينه بقى زي ما انتوا شايفين كده، هحطه بقى في التلاجة بحيث لما انا احب اطلع منه اكل على طول. واللي عارف اسم السمكة دي للمرة التانية يقول يا جماعة. وبحبكم في الله كتير قوي قوي قوي، وباي يا احلى متابعين في الدنيا، وكل سنة وانتوا طيبين.